شكلها ممبار بوبس بالظبط بس على صغنن شويه. تعالوا نعمل وصفة سريعة خفيفة لطيفة ما بتاخدش وقت خالص، كلها قيمة غذائية، طعمها حلو، مشجعة ان الولاد ياكلوها كده سناك، هيلثي سناك في اللانش بوكس قبل التمرين. ليكي انتي نفسك لو انتي مهبطة كده اثناء اليوم او عايزة تاكلي حاجة تفوقك، فهي حلوة قوي. بس خلونا متفقين على حاجة كده الاول، انا مش شيف خالص، انا بس بجرب معاكم الوصفات اللي عملتها اكتر من مره وعجبتني. هعمل انرجي بولز، او يعني انا اللي مسمياها كده، معرفش الحقيقه هي اسمها ايه، بس هي عباره عن تمر مفروم. التمر ده انا ما عملتش فيه اي حاجه غير اني غسلته ونشفته وشلت النوى منه وحطيته ضربته في الكبه فاتفرم، بس كده، ما عملتش اي حاجه تانية. سرفيزك يا ست الكل. وتعالي بقى نعمل البولز، او يعني حسب ما انت تعرفي تعمليها او حابه تعمليها يعني، بس انا بحس ان ده اسهل شكل انه يتعمل. الحجم بقى اللي انت عايزاه، بس الحجم ده لطيف علشان الكالوريز برضو، حاولوا تخلوهم قد بعض على قد ما تقدروا. بتبدا بقى تلزق بعد كذا واحده، تحسوا ان ايديكوا لزقت، فممكن تبقوا تحطوا سنه صغننه زيت، واكيد مش زيت زيتون عشان ما ياثرش على الطعم. انا كده دهنت زيت، بس الزيت بيخليها اصعب في ان هي تبقى كوره، بس شكلها احلى. يعني بصوا اللي معموله بزيت بتلمع، شكلها لطيف. هعمل بقى الكميه كلها كده وارجع لكم. عمل كميه كبيره على فكره، يعني انا عامله حوالي مثلا 40 واحده تمر او حاجه، اداني كل الكميه دي. هعمله بقى معاكم النهارده بطريقه حلوه قوي انا بحبها جدا، اللي هي اني هغرقه في الشوكليت، سيح شوكليت على حمام بخار او في الميكروويف زي ما تحبوا. خلوني اعرفكم بقى على الشوكليت اللي هستخدمها النهارده، وهي زيرو شوكليت، من احلى انواع الشوكليت اللي استخدمتها في الوصفات وحتى للاكل كده من غير ما تكون هتعمل بيها اي ريسيبي. منتج مصري 100%، فخر الصناعه المصريه بجد. انواع كتير جدا كلها بالستيفيا شوجر، دي مثلا راسبيري والموند، دي بيستاشيو، دي ستيفيا ميلك شوكليت بالكوفي، دي مثلا ميلك شوكليت ساده، دي ستيفيا ميلك شوكليت بالكاجو. كلهم احلى من بعض بجد. خلوني بقى اختار ايه. هختار ستيفيا ميلك شوكليت الساده واللي بالكوفي، علشان السكر بتاع التمر مع المراره سنه بتاعه القهوه بيكسر الطعم شويه، بتكون تحفه. على الرغم اني بستخدم الميكروويف في حاجات كتير جدا، بس تسييح الشوكولاته بحبه دايما على حمام ميه او على البخار، يعني مش عارفه ليه، بس انا بحس ان هو بيكون كريمي اكتر ومش بيمسك كده في الاطراف زي ما بيكون في الميكروويف. سيحت الشوكليت زي ما انتم شايفين كده. اجيب بقى طبق فاضي واسع علشان لازم ارصهم بعاد عن بعض. هبدا انزل في الشوكولاته بقى، هقلبها كويس علشان تكون كلها غرقانه بالشوكولاته كده.